النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه حلوه قوي وتعتبر اقتصاديه بشويه مكونات بسيطه وكمان من غير بيض. هنعمل شهد الملكه. طعمها لذيذ جدا جدا، احلى من البسبوسه واحلى من العزيزيه، وطعمها في منتهى الجمال رغم مكوناتها البسيطه. يلا بينا نسمي الله ونشوف المقادير وطريقه التحضير. بس يا ريت لو اول مره بتشوفوا القناه تشتركوا فيها ولايك وشير اذا عجبكم الفيديو. هنحتاج للتر من اللبن. هنحط عليه 3/4 كوباية من دقيق السميد بتاع البسبوسة، و3/4 كوباية من السكر، وكمان 3/4 كوباية من جوز الهند. كوباية واحدة يعني هنعاير بيها كل المكونات. هنزود عليهم تلت كوباية من الزبدة، وكمان نقطتين من الفانيليا. لو مفيش سايلة يبقى هنستخدم باكو من الفانيليا البودر. وهنزود عليهم نقطتين من روح جوز الهند، او اللي هي ريحة جوز الهند دي هتلاقوها عند العطار. زي كده ريحة الكحك بتبقى موجودة متوفرة. هنقلب كله على البارد. بعد كده هناخدهم على البوتاجاز وعلى نار هادية هنبتدي نقلب كل المكونات. ما نشيلش ايدنا خالص من التقليب علشان طبعا السميد ما يتلسعش. هتاخد لها تقريبا من 9 ل10 دقايق. هنفضل نقلب تقليب مستمر لحد لما نلاقي قوام يبتدي يتقل وتلف معانا وتبقى عاملة زي المهلبية كده. هوريكم قوامها اهو، بصوا ابتدت بالتدريج تتقل، وده القوام المظبوط بتاعها. كده تمام، هي استوت معانا. هي طبعا ممكن تتغرف في اطباق وتتاكل كده، تدخل التلاجة وتتاكل زي المهلبية، بس احنا لسه هندخلها الفرن. دي صينية مقاس 30 دهنتها دهن الزبدة كويسة، وهصب فيها المكونات. ممكن طبعا تكون مقاس 28 او مقاس 32، بس هتختلف في السمك بتاعها. هنغرف شهد الملكة فيها، وهنسيبها لحد لما تبرد خالص. مش هندخلها الفرن دلوقتي، لحد كده لما تتشمع على الوش. يعني تقريبا ربع ساعة او تلت ساعة لحد لما وشها يتشمع. بعد كده هحط عليها حوالي 3 معالق من شربات الكنافة الخفيف، وهبتدي ألمع كده او امشي بالفرشة عليها كلها، وده هيساعد على ان الوش بتاعها يبتدي يحمر بسرعة. هتدخل الفرن على درجة حرارة 200. هتاخد تقريبا 25 دقيقة. وفتحت لها الشواية في اخر دقيقتين بس علشان الوش ياخد اللون الحلو الذهبي الحلو ده. بسيبها تهدى وبعد كده بقطعها. بتتقطع وتخرج من الصينية بكل سهولة. قطع مربعات كده متماسكة. شايفين شكلها جميلة جدا، والمفروض انا كنت سبتها تهدى يعني لحد ما تبرد خالص، بس انا ما صبرتش عليها يا دوب 10 دقايق وابتديت اقطعها. حتى هتلاقوها لسه طرية، ما تمسكتش كفاية. وبس كده هي جاهزة للأكل جنب كوباية شاي بقى أو كوباية نسكافيه. طعمها روعة في منتهى الجمال، وريحة جوز الهند مالية الدنيا. طعمها كده ميكس ما بين البسبوسة والعزيزية، ما بين البسيمة. المهم ان طعمها حلو قوي. جربوها، متأكدة هتعجبكم.